السلام عليكم. علاش ما كنشوفوش الوجه ديال الله سبحانه وتعالى، وعلاش هو كيخبي راسو علينا؟ هذا هو اكثر سؤال تم الطرح ديالو عبر العصور قبل وبعد ظهور الاسلام. علاش الله سبحانه وتعالى ما كيبينش الوجه ديالو للبشر؟ قبل ما نبداو كنبغي نقول لكم لا عيب في طرح السؤال، حنا راه كائنات مفكره. يلا نبداو، يلا ركز معايا. حنا البشر القدره الفيزيولوجيه ديالنا ما قادرش تفهم وتستوعب شي حاجه اللي فوق الادراك ديالنا، سواء كانت ماديه او غير ماديه. الشمس مثلا مخلوق مادي، ولكن اطاله النظر فيها كيتلف الشبكه د العين وكيصيب الشخص اللي كيشوف فيها بالعمى. وهذا الشيء بالطبع راجع للتركيبه الادميه الضعيفه اللي عندنا، اللي ما كتقواش على تحمل هذه الطاقه. ان عدم رؤيتنا الله عز وجل راجع لسببين، اولهما انه هو اختار من الحكمه ديالو انه ما يبينش وجه العباد، حيت العباد ديالو ما يقدروش يستوعبوه او حتى الصمود انفاس معاه، وما يقدوش يركزوا في النور ديالو. نعطيك مثال بنور الله. فواحد المره بغى النبي الله موسى باش يشوف الله، والله سبحانه وتعالى قال له انه ما يقدش يشوف فيه، لكن سيدنا موسى كان مصر باش يشوفه، فالله عز وجل حدد معاه موعد. وسيدنا موسى مشى للمكان، وموسى كان بعيد على الجبل اللي النور كان نازل فيه، فاذ بهاد الجبل ينهد ولا بارض مدكوكه. وموسى مع انه كان بعيد جدا على الجبل فتصعق وسخف، وعاد ادرك ان لا مخلوق يقدر يشوف وجه الله سبحانه وتعالى. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. نعطيك مثال واحد آخر. فحتى جبريل أقوى ملك خلقه الله عز وجل ما يقدرش يشوف في الله، حيث أنه محمد صلى الله عليه وسلم سول جبريل واش يقدر يشوف الله. جبريل جاوبه بواحد الجواب اللي صادم، قال له أنه بينه وبين الله 70 حجاب من النور، ونور واحد قادر أنه يحرق جبريل ويقتله، فما بالك إذا كان بشري ضعيف ما يقدرش حتى يشوف جن ولا ملاك ولا يشوف ولا إلا شاف غير خيال ولا جني يتفزع ويبدا يغوت. كتظن واحد كيخاف من الجني انه يوقف انفاس مع الله عز وجل ويشوف له في الوجه ديالو. اخيرا ما تنسوش ديروا سبسكرايب، الا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع اصحابكم. يلا صلا.